ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بنتكلم عن الهدف. كل واحد فينا ليه هدف. طب النهارده هنتكلم عن اهداف الرجاله. طيب ايه هو هدف الرجاله؟ هدف الرجاله ان هو يشتغل ويعمل فلوس ويعمل بيت وبيصرف على ولاده ومخلي بيته مش عايز حاجه، وكل ده تمام. انت كده بصراحه عداك العيب. فين هدفك من مراتك؟ فين مشاركتك مع مراتك؟ فين تقييمك وتكبيرك ليها؟ هي مبسوطة باللي انت بتعمله؟ انت عايزها على طول الوقت بتفخم وبتكبر فيك؟ ماشي، تمام. ما هي كده بتعمل الصدقة اللي عليها، اللي هي الكلمة الطيبة صدقة. انت فين الصدقة اللي عليها، اللي عليك؟ فين؟ فين كلامك الطيب ليها؟ انت ولا هتعرف تعمل اللي هي بتعمله، ولا هي هتعرف تعمل اللي انت بتعمله. يعني هي مش هتعرف تجيب الفلوس اللي انت بتجيبها، ولا انت هتعرف تقعد في البيت تربي الاولاد وتغسل لهم وتاكلهم وتشربهم وتكنس لهم وتعمل لهم كل حاجه وترتب بيتك وتشوف نفسك. لا، هي مسؤوليتها مضاعفه عنك. انت نازل في اتجاه واحد، واحد اتنين تلاته. انت حافظ، تمام. تصحى من النوم حافظ. هي مسؤولياتها متفرقه. فانت مسؤوليتك ان انت تشارك مراتك في هدفك، انك تكبر منها، تكبر، تبقى راجل وسند ليها ولبيتها ولولادها. الكلمة الطيبة صدقة منك. اعمل اللي يبقى فيه مودة ورحمة ما بينكم. مش مسيطر وسي السيد وكلامك هو اللي يمشي، لا. فيش دلوقتي في زماننا الكلام ده، فيه التفاهم وفيه الحب وفيه الرحمة وفيه الود، وفي ان كل شاب وكل راجل مسؤول عن بيت او لسه بيبتدي حياة يفهم ان هو دايما يكبرها، حتى لو هي فهمها لسه مش جايب وعي الدنيا الكبير ده. هو بالراحة معاها يوصلها يعلمها بنته، وكل حاجة تعملها يكبر ويفخم منها أكتر وأكتر. في فيديو هنتكلم فيه عن هدف الست، عشان ما ننساش الست ومسؤوليتها. واحنا دلوقتي بنتكلم عن اهداف الراجل في انك تبقى راجل بمعنى الكلمة في كل حاجة، مش في الفلوس بس، مش في الشكوى بس. مش لما تشوف وشها تفضل تقول لها انا فيا وعليا وفيا وايه